أنا كمان قاعد مستنيها، أنا قاعد مستنيها زيك. بالنسبة لميعاد نتيجة تالتة إعدادي الترم التاني اللي الناس قاعدة مستنياها كده، وقاعدة كده على نار، مش عارفة تهدى ومستعجلة على النتيجة وقلقانة وخايفة. أنا حاليا دلوقتي أقولك النتيجة بتاع تالتة إعدادي هتظهر إمتى بالتحديد في كل المحافظات. تمام؟ فأي حد في تالتة إعدادي ركزوا معايا كويس في الفيديو، ولو أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان نتابع مع بعض أخبار النتيجة أول بأول، وكمان أخبار تنسيق الثانوية العامة، وإن شاء الله تنسيق الثانوية العامة. واي حد عايز يدخل ثانوي عام يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله هتلحق الثانويه العامه. وندخل كده في موضوع النتيجه. تمام؟ النتيجه هتظهر امتى؟ اول المفروض النتيجه بتظهر امتى؟ بص انا هقول لك حاجه، يعني في وقت عملي للفيديو دلوقتي النتيجه مش هتظهر قبل يوم 15، يعني عشان نتفق على كده. تمام؟ النتيجة بتاع تالتة إعدادي الترم التاني مش هتظهر قبل يوم 15. ما تنساش كمان هو المفروض النتيجة بتظهر بعد الامتحانات، يعني بالميت خالص أسبوع، بالميت خالص. تمام؟ بأسبوع. طيب أنت خلصت امتحانات وجي بعد كده العيد، فطبيعي العيد يعني أجازة. تمام؟ احنا متفقين على كده. تمام؟ فانت النتيجة بتاعتك يعني هتأخر عن السنين اللي فاتت كمان. انا بقول لك بالميت بعد اسبوع، ده بالميت. يعني النتيجة مش هتظهر قبل يوم 15 6 يعني. تمام؟ في اي محافظة النتيجة مش هتظهر قبل يوم 15 6. تمام كده؟ هي زي ما قلت لك المفروض بعد الامتحانات ب10 ايام، بالميت اسبوع. يعني قصدي اللي هو ايه، يوم ما نقول المحافظة نزلت النتيجة بدري بتظهر بعد الامتحانات بأسبوع. انت خلصت امتحانات ودخلت على العيد، فبالتالي انت ضايع منك 3 4 ايام ملهمش اي لازمة. تمام؟ نبتدي بقى بالنسبة للمحافظات. اخد نبذة سريعة كده عن المحافظة اللي هتيجي في بالي وهقول لك بتأخر ولا مش بتأخر. بص، محافظة أسيوط جت في بالي على طول، سبحان الله. محافظة أسيوط من ضمن المحافظات اللي النتيجة بتظهر فيها متأخر جدا، يعني يمكن آخر محافظة بيظهر فيها النتيجة دي محافظة أسيوط، عشان تكون عارف. يعني من بقى يعني ما تتوقعش أسيوط هتنزل قبل يوم 15، ده شيء مستحيل. تمام؟ المنيا، لا المنيا يوم 15 16 ما بتأخرش، يعني أسيوط هي اللي بتأخر. ايه تاني؟ سوهاج، لا ما بتأخرش. جنة ما بتأخرش. أسوان والأقصر لا، يعني عامة محافظات الصعيد كلها ما بتأخرش غير أسيوط. تمام؟ متأخر جدا خلي بالك. بعد كده القاهرة تنزل بدري جدا. الدقهلية بتنزل بدري، الشرقية بدري، بورسعيد أول محافظة أساسا بتنزل النتيجة دي، من أول المحافظات وبتنزلها بدري كمان، بدري جدا بورسعيد. تمام؟ في محافظات تانية مثلا البحيرة يعني ما بتأخرش كتير. عندك مثلا ايه تاني موجود، فكروني. الجيزة، لا الجيزة ما بتأخرش برضه، هي من ضمن المحافظات اللي بتأخر أسيوط. أسيوط بتأخر جدا في النتيجة وفي التنسيق وفي كل حاجة. تمام؟ وعندك ايه تاني، الفيوم بتأخر، المنوفية بتأخر، يعني على ما افتكر السنين اللي فاتت يعني. تمام؟ بس خلينا متفقين محدش يسألني عن النتيجة قبل يوم 15. تعالى بعد يوم 15 ابدأ اسأل. بعد يوم 15 ابدأ اسأل عن النتيجة. تمام؟ لسه الورق أساسا بيتصحح، وأنت دخلت في يومين 3 4 أجازة بتوع العيد، فبالتالي اتقل شوية وإن شاء الله خير يعني، وهتتعدل. كده الفيديو بتاعي خلص، محدش يسألني عن النتيجة بقولها تاني غير بعد يوم 15. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.